بيبدأ فيلم النهاردة سنة 1574 وبنشوف شخص مرمي كده في البحر بعد ما اتحطمت سفينته، لكنه بيفوق وبيقدر يطلع للسطح في اللحظة الأخيرة. وبعد كده بيلاقي نفسه على شاطئ مملكة أيوتسايا التايلاندية، فبيقوم يتمشى في الغابة اللي قدامه وبيحاول يجيب أي حاجة ياكلها، لكن للأسف تجار العبيد بيشوفوه وبياخدوه معاهم كعبد. بنعرف بقى إن بطلنا ده برتغالي الجنسية واسمه فرناندو دي جاما، واللي لما بيحرروه في ساحة العبيد علشان يتباع بيقوم هاجم عليهم وبيطلع يجري. ومن هنا بنكتشف انه كان مرتزق سابق في الجيش وعنده مهارات عالية، خصوصا ان رجالة كتير بيطاردوه لكنه بيتخلص منهم واحد ورا التاني بمهارة بهلوانية ولا اروع، وحرفيا بيستخدم اي حاجة قدامه علشان يعطلهم ويبطلوا يطاردوه، لكن عددهم بيبقى كبير جدا وعازمين على الامساك بيه، واللي بيقع قدام عيون بنت جميلة والحراس بيقدروا يمسكوه أخيرا. بس لما بيفوق بطلنا بيتفاجئ من الغرفة اللي هو فيها وبيسأل الكاهن اللي قدامه أنا جيت إزاي هنا، بس الراجل بيخليه يقوم ياكل لقمة ويروق كده الأول، وبعدها بيعرفوا على صاحبة العيون الجميلة السينيوريتا البرتغالية ماريا، واللي بيشكرها جدا إنها اشترته من تجار العبيد وبتقدم له ملابس نظيفة تخص أبوها. ولما بيعرف انها رايحة لأبوها ده بيعرض عليها المساعدة وهي ما بتصدق وبتوافق على طول. في الطريق بقى بنعرف ان ابوها اسمه توريس، وده بيشتغل عند الملك وحاليا هو في احدى الحصون بيشرف على انشائها. المهم في الوقت ده يا صديقي داخل جدران المملكة بتوصل اخبار للملك ان حاكم لانا رافض الخضوع ليه وبعت له راس الرسول بتاعه. اما مرات الملك فبتتألق النهاردة على غير العادة، لان الملك اخيرا رضى عنها وهيجيلها كمان شوية، وبتطلع تطمن على ابنها الصغير اللي بيتدرب على القتال استعدادا للخلافة في المستقبل. لكن الست وقتها بتاخد الصدمة لما بيجيلها احد خدام الملك وبيقول لها معلش المملكة عندها اولويات ومش هيعرف يجيلك النهاردة. وطبعا الملكة بتتضايق جدا وبتبقى شايفة انه بيعاملها كفتاة ليل مش مراته، وبتاخد عهد على نفسها انها تدفعه الثمن غالي. كل المشاكل بقى اللي بقولك عليها دي وبطلنا ماشي هو والسنيورة ولا عارفين حاجة لحد ما بيوصلوا الحصن عند أبوها، اللي أول ما فرناندو بيشوفه بيتصدم وبيفتكر حلم زمان لما كان طفل وأبوه مات، وتوريس ده كان موجود في المشهد، والسنيورة لما بتشوفه مساهم كده بتخليه يقعد ياكل معاهم ويروق. أبوها بقى بيبدأ يتعرف على بطلنا وبيسأله عن سبب دخوله آسيا، فبيوضح له إنه مرتزق في جيش ملك برما، وأثناء ما كان في البحر مع زمايله السفن اتدمرت بسبب العاصفة. فبيقول له توريس طب كويس لأن لو وصلتوا آسيا كان ممكن نبقى أعداء دلوقتي. وعلى العموم أثناء كلامهم بيلاقوا موكب جاي من عند الملك برسالة لتوريس، وفي الرسالة دي بيطلب منه يجمع رجالة وعتاد وينضم له في الحرب على مملكة لانا. وطبعا توريس بينصاع للأوامر الملكية في الحال، وبيستعد بقى الملك الهمام للحرب وبيسيب ورقة فيها وصيته علشان لو ما رجعش ولا حاجة، وبيطلع يحفز الجنود بتوعه علشان يقاتلوا بضراوة ضد حاكم لانا المتوحش، واللي هو ورجالته بيهجموا على القرى وبيقتلوا اللي فيها. بس في الليلة دي بنكتشف ان الملكة الخسيسة بتخون جوزها مع شاب اسمه كن، لا وكمان طلعت حامل منه، والعشيق بيتصدم بالخبر، لكنها بتوريه جزء من حقيقتها المرعبة لما بتقوله انا زهقت من الملك ده خلاص ومفيش وقت للاختباء، احنا لازم نحكم المملكة سوا وده اللي انا هعمله لان محدش يعرف انا اقدر اعمل ايه. المهم تاني يوم بيستعد اللورد توريس مع جنوده علشان ينضموا للملك، وبيودع بنته وبيبدأ المسيرة، وطبعا فرناندو رايح معاه، بس بيقف الاول يسبل للسنيوريتا ويشكرها على كل حاجة يمكن ما يرجعش، فبتقول له تف من بقك يا فرناندو تف، بس هو ما بيرضاش طبعا وبيسيبها وبيمشي. المهم في الوقت ده بيفرح الملك لما بيشوف اخوه الامير جايب فايلق جنود علشان يدعمه، وبكده جيش الملك بيعسكر في منطقة ما قبل الحرب، وبطلنا بيقعد وسط الجنود اللي من قبائل مختلفة، وواحد فيهم كده بيبدل الاكل معاه وبيديله لحمة. وبطلنا كان مبسوط في الأول قبل ما يصدموا الكاهن إنه بياكل فيران، فبطلنا بيتعب بعدها وبيحاول ينام شوية، فبيحلم بكابوس زمان لما أبوه وتوريس كانوا بيتخانقوا وسط البيت المشتعل، فبيفوق وهو بيمسك السيف لكن الكاهن بيهديه بسرعة. ساعتها بقى فرناندو بيحكي له النابوت قتل قدامه وهو صغير، وبيفهم الكاهن انه بيبحث عن الانتقام، بس بينصحه انه يتراجع لان الانتقام زي ما هيريحه زي ما هياخد جزء من روحه،
لكن قلب بطلنا فيه جرح عميق للغاية، لدرجة إنه بيشوف صورة قاتل أبوه كل يوم قبل وبعد النوم ولا كأنه علاج. المهم يعني إن تاني يوم بيتحرك بطلنا مع جيش الملك المخضرم لساحة الحرب، وبنشوف جيش لانا اللي معتمدين على الوحشية والقتال القريب على عكس جيش الملك النظامي صاحب المدافع المدمرة. وبتبدأ الحرب بقى بين الطرفين بشكل عنيف ومندفع على الآخر، والصراحة أنا دايما بسأل هم إزاي ما بيضربوش زمايلهم في المعمعة دي، فلو حد عارف ياريت يكتب لي في الكومنتات. المهم ان الحرب كانت مشتعلة على الاخر بين الجبهتين، وبطلنا فرناندو دي جاما كان متألق وبيقتل في الكل بسيفه، لدرجة انه بينقذ مقاتل زميله كده من القتل على اخر ثانية، وبيقدر كمان يوصل لحاكم لانا نفسه ويخلص عليه. وبموته هو والمقاتل التخين جامد ده، الحرب بتكتب سطورها الأخيرة بانتصار كاسح لمملكة أيوتسايا بعد بحر من الجثث. في نفس الليلة دي بتبعت بقى الملكة للورد توريس يجي يكلمها، وتوريس بيبقى لماح وفاهم إنها جايباه هنا علشان مسألة خاصة، والملكة لأنها ذكية برضه قبل ما تقول له أي تفاصيل بتفتح له صندوق مليان بالسبائك الذهبية، وبتقول له هتاخد الثروة دي بالخدمة اللي هتعملها لي. وطبعا توريس بيريل على الذهب وبيوافق على أكبر مؤامرة في تاريخ المملكة. تاني يوم بقى بيبقى بطلنا لسه في المعسكرات وقاعد على البحر شوية، فبيجيله المقاتل اللي أنقذه وبيعرفه إن اسمه تونج، وبيشكره إنه أنقذ حياته بفدائية كبيرة، وبيعرفه إنه مزارع بسيط متجوز وعنده طفلين، وبيقول له أنت بتحارب بالسيف وأنا بالفاس، تعال بقى لما أوريك مهاراتي. وبيقوم منشن الفاس من مسافة بعيدة يرشقه في الشجرة بشكل خرافي، بس بطلنا بيعلي عليه وبيحدف سيفه في الهوا، بس الحقيقة إنه بيصطاد واحد كان مستخبي كده على الشجرة، وبيطلع فيه كمين وقبائل الغابة بتهجم عليهم من كل اتجاه، وبيقتلوا عدد كبير من جنود الجيش. لكن بطلنا كان شغال سفح فيهم كلهم بلا هوادة، وبمساعدة المزارع تونج بيقدر يقضي على أكبر عدد ممكن والباقي بيهربوا. الملك بقى وقتها بيطلع من خيمته وهو مستغرب ليه القبائل دي بتتحد مع حاكم لانا ضدي، لكن الأهم إنه بيثني على أداء فرناندو وتونج لدرجة إنه بيعينهم حراسه الشخصيين. وبيرجع بعدها الملك المنتصر بجيشه لجدران المملكة، وطبعا اليوم بيبقى احتفال والكل مستمتع وسعيد، وتونج بيجيب مراته وعياله وبيقدمهم لفرناندو، واللي بدوره بيعرفهم على السنيورة اللي بقت معاه على طول خلاص. لا وكمان بتسحبه تحت أنظار أبوها علشان يرقصوا شوية على طريقة النبلاء، وبيبان إن الاتنين منجذبين لبعض بشكل كبير. لكن بتحصل حاجة غريبة أثناء الرقص واللعب، لأن بيوصل فريق ياباني جاي لمقابلة اللورد توريس بشكل خاص، لكن قدام الكل هو جايب معاه يابانيين يعملوا استعراض. ومن ناحية تانية الملكة الخاينة بتروح تقابل عشائها وبتفرحه بخبر إنها ضحكت على جوزها وهتعينه مدير محكمة في البلاط، وكده هيقدر يدخل ويخرج من غرفتها من غير ما حد يكلمه. المهم ان على الطرف التاني بطلنا فرناندو كان بيتكلم مع قبطان سفينة، بس بتيجي ماريا تسحبه علشان توريله السحر، والسحر ده يا صديقي في القناديل المشتعلة اللي بتطير في السما دي، والصراحة منظر ساحر. لكن لما بتتمشى معاه شوية كده بتحسه متغير، فبيصرحها بطلنا انه بيكن لها مشاعر كتير، لكنه دلوقتي كان واقف مع قبطان سفينة برتغالي، والقبطان ده سفينته هتبحر بكرة البرتغال وهو هيروح معاه. فبتتصدم من كلامه انه هيسيبها ويمشي كده، وبتسأله عن السبب، فبيعترف لها انه بيدور على قاتل ابوه بقاله سنين طويلة، والقبطان ده اداله معلومة انه ممكن يبقى موجود في البرتغال، وبيطلب منها تكون في انتظاره لانه اكيد هيرجع لها. بس البنت بتبقى في حالة صدمة ومتضايقة من كلامه، لكنهم بيبقوا وصلوا قدام بيتها، وبطلنا بيشوف الراجل الياباني خارج من اجتماع مع توريس، واللي بيشد بنته على جوه علشان عايزها في موضوع مهم. السنيوريتا بقى ما بتكونش لسه فاقت من الصدمة بتاعت فرناندو، وبتلاقي ابوها بيقول لها انت مش نفسك تزوري البرتغال؟ ايه رأيك بقى اننا هنروح نعيش هناك للأبد زي الملوك، وهيبقى معانا فلوس ملهاش عدد نستمتع بيها طول حياتنا لحد ما يجي الامير يخبط على الباب ويطلب ايدك، ولو شفته كويس كفاية هديله خاتم والدتك وأأتمنه عليكي. المهم في نفس الليلة دي يا صديقي الاتنين عشاق ما كانوش عارفين يناموا، وكل واحد فيهم بيفكر في التاني لحد ما بيطلع النهار، وبطلنا ساعتها بيروح للسفينة علشان يبحر للبرتغال، وبيفضل يبص حواليه كده مستني ظهور الأميرة، واللي بتبقى جاية جري، بس بتتصدم لما بتلاقي السفينة مشت خلاص من غير وداع. لكن على طريقة التجربة الدنماركية بتلاقي فرناندو واقف وراها وبيقول لها أنا مستحيل أسيبك وامشي. ومن بعد اللي حصل ده بيتعين بطلنا مع تونج حراس شخصيين للملك، وبدأت مشاكل العشيق كن في الظهور للعلن لما كان عايز يدخل مقصورة المملكة، وبطلنا وتونج بيمنعوه،
لكن الملكة بتطلع تزعق وتقول لهم ده مدير بلاطي ويدخل ويخرج وقت ما يحب، وهم ما بيقدروش يكسروا كلامها طبعا وبيسيبوه يدخل للمقصورة. لكن في نفس الليلة دي بنتفاجئ بسرب من النينجا على أسطح القصر، واللي بيقدروا يتسللوا جواه من منطقة معينة، لا وكمان بيوصلوا لغرفة الملك علشان يقتلوه. بس الملك بيفوق في آخر ثانية والقاتل قدامه، وبرد فعل سريع بيتصداله وبيصرخ ينادي على الحراس، وفي لحظتها بيدخل عدد كبير من الحراس فعلا. لكن المشكلة ان عشيرة النينجا بيحدفوا عليهم أنصال حادة بتقضي على معظمهم، وساعتها بقى بيدخل فرناندو وتونج، ومن هنا الوضع هيتغير لأن الاتنين بيقاتلوا بمهارة عالية جدا تجاري قدرات النينجا المخضرمين، بل وبيتفوقوا عليهم كمان وبيقتلوا عدد كبير منهم لحد ما بيتبقى شخص واحد بس، وبطلنا بيحاول يثبته علشان يعترف مين اللي بعته. لكن الراجل مش بس بيرفض، ده بيطلع خنجر وبيعمل هيركاري على الضيق كده وبيموت نفسه. طبعا الملك بيبقى متعصب على الآخر وبيؤمر فرناندو وتونج يعرفوا مين ورا المؤامرة دي ويجيبوه لحد عنده، وبطلنا وقتها لما بيكشف وش القاتل بيتصدم انه الياباني، وبيفهم بقى مين اللي ورا اللي حصل ده، وعلشان كده بياخد قوة فورا وبيقتحم منزل اللورد توريس يفتشوا فيه. وماريا بتكون مصدومة وبتقول له في ايه يا فرناندو، فبيوضح لها انه مش في زيارة اجتماعية خالص دلوقتي، ده جاي علشان يعتقل ابوها بشكل رسمي. وقبل ما تستوعب اي حاجة الرجالة بتبقى لقت صندوق السبائك الذهبية عنده، وده بيأكد الشكوك عليه اكتر واكتر، والاهم ان معاها شهادة ميلاده الاصلية واللي بتكشف انه مزيف هويته ومغير اسمه اساسا. وماريا طبعا بتكون مصدومة تماما ومش فاهمة حاجة. اما على الطرف الاخر بنشوف الملكة رايحة لكهف مشعوذة، واللي بتبقى خايفة منها جدا وبتفضل تحترم فيها، فبتدخل الملكة في الموضوع على طول وبتقول لها انا عايزة سم يقتل بشكل فوري وما يكونش ليه اي طعم ولا ريحة. والمشعوذة على طول بتطبخ لها السم ده في ساعتها، ولما بتقول لها عايزة ايه بتطمع الست في دبوس شعرها الذهبي، فبتديهولها الملكة ومعاه سبيكة دهب وبتمشي. وفي الوقت ده بطلنا بيقدر يوصل للورد توريس قبل ما يهرب، وبيناديله باسمه الحقيقي وبيفكره انه هو اللي قتل ابوه زمان، وبيقول له انت قتلت ابويا اللي كان صاحبك. وهنا توريس بيتصدم وبيقول له انت عندك عيون ابوك فعلا، بس انا ما قتلتوش عن قصد، خلي بالك احنا كنا شباب بنسكر وحياتنا خربانة على الاخر، وابوك رفع عليا سكينة ومش فاكر سبب الخلاف اصلا، لكن الموضوع انتهى بالسكينة مغروزة فيه بدل ما انا اللي كنت اموت، يعني مفيش حاجة شخصية ولا أعداء مثلا. لكن رغم كل ده بطلنا بيبقى عايز يعتقله، لأن خلاف الانتقام أنت شاركت في مؤامرة للإطاحة بالملك نفسه، بس اللورد توريس بيرفض يسلم نفسه وبيقرر يدخل معاه في القتال. الاتنين دول مهارتهم كانت كبيرة في استخدام السيف، وتوريس صحيح عجوز بس شرس، وكان بيحاول لأنه شايف معاه الفرصة يرجع البرتغال ويعيش كالملوك هو وماريا بنته، وده بقى بيخليه قاتل بأعلى أداء عنده، لأن بطلنا بمثابة العصرة في طريقه. لكن في النهاية القوى الجسدية والشباب لفرناندو هم اللي بينتصروا وبيجيبوا على الأرض، وده بالتزامن مع وصول تونج وكام جندي تاني. وبطلنا بيطلب من توريس لآخر مرة يرمي سيفه وبيتحايل عليه علشان يفضل عايش، لكن توريس حسم قراره، وأول ما بيحاول يهجم على بطلنا بيحدف تونج بالفاس في ظهره وبيدمره. ساعتها فرناندو بيمسكه قبل ما يقع، لكن خلاص الراجل بيطلع في الروح، وعلشان كده بيطلب من بطلنا يعرف بنته انه بيحبها، وبما انه هو كمان بيحبها فبيديله خاتم امها علشان يتجوزها ويخلي باله منها. وبعد ما بيفارق الحياة بطلنا بيوضح لتونج انهم كانوا لازم يسيبوه عايش لان في حد وراه، وكده حياة الملك لسه في خطر. بس عامة في نفس الليلة الجنود بيقبضوا على المشعوذة ومعاها السبيكة الذهبية، وبطلنا وتونج لما بيوصلوا بيشوفوا كمان دبوس الشعر بتاع الملكة، فبتحاول المشعوذة تفهمه ان الملكة هي اللي ادتهولها ومش هينفع تروح معاهم القصر، احسن تقتلها ولا حاجة. وعلى الطرف الاخر الملكة بتنادي على الخادمة اللي شايلة مشروب الملك وبتخليها تسيب الصينية وتروح غرفتها تجيب لها حاجة لحد ما هي تطلع السم طبعا وتحطه في المشروب، بس الخادمة كانت لسه واقفة وشافتها من بعيد. وفي الوقت نفسه بطلنا ورفاقه كانوا جايين بالمشعوذة علشان تقابل الملك، واللي بيبقى شرب الشاي المسموم خلاص، وبيشوف وقتها لون اخضر كده في قعر الكوباية وبيفهم انه اتسمم. ولما بيقع على الارض ابنه بيصحى، لكن امه بتهديه وبتقول له نام انت وحقك جاي. والمصيبه انها بتخلي حارسها الشخصي يموت الولد بكل وحشيه، وبتطلع قدام القصر تدي الامر بالقبض على فرناندو وتونج لمحاوله اغتيال الملك، لكنها بتتفاجئ لما بتشوف معاهم المشعوذه اللي بتفضل تتوسل لها علشان تسيبها عايشه،
لكن الحارس الشخصي بيديها طعنة بيخلص عليها بدون تردد. وبعدها الملكة بتؤمر بإعدام بطلنا وتونج، لكن أحد الضباط بيقول لها مش أحسن نخلي الملك يستجوبهم الأول، وطبعا بتوافق لأن محدش يعرف حالة الملك لسه، وبتؤمر بحبسهم بشكل مؤقت. وبتدخل على غرفة الملك، بتلاقي الطبيب جنبه والكل في حالة بكاء لأنه بيطلع في الروح، فبتعمل الشويتين بتوع قتل القتيل ومشى في جنازته، وبتفضل نواح وصياح وهي بتقرب من الملك، لكن بتقع في شر أعمالها وبيشوف آثار السم على إيديها، وقبل ما يتكلم ومن جحودها بتكتم نفسه من غير ما حد يلاحظ وبتخلص عليه. ولما بيعلنوا انه مات بشكل رسمي بتنهار وبتعيط اكتر، والحارس بيدخل عليها بابنها وهو ميت، فبتكمل في وصلة التمثيل الرخيصة بتاعتها دي، وهي في الحقيقة اللي مدبرة لكل شيء بعناية. وعلى طول الملكة بتطلع تدي الأمر بإعدام فرناندو وتونج وكام واحد كده من اللي بيعرضوها، على أساس يعني دول اللي قتلوا الملك وابنها. وبيتم فتح الوصية بتاعة الملك، وطبعا بيبقى موصي ان ابنه الصغير يبقى الملك ومراته تبقى مشرفة عليه لحد ما يبلغ سن الرشد، بس بما ان الواد مات فالملكة هي اللي متحكمة حاليا. ساعتها بقى بتفاجئ الكل وبتفاجئني انا شخصيا، وبتقوم قدام المجلس وبتقول لهم مش الملك جاني في الحلم امبارح ولابس ابيض فابيض، كان جاي كده وشه منور وراكب مع ابني على فيل ضخم، ووراني مين الملك الجديد اللي هيقدر يحكم المملكة بالعدل. وبتصدم الكل لما بتعلن ان الملك المنشود يبقى كنا عاشقها، وبتعيط ومتأثرة جامد كمان. الواد كنا طبعا بقى ما بيصدق وبيقوم يعمل نفسه متفاجئ، انا هبقى ملك معقولة؟ وطبعا الجميع بيبقى في حالة صدمة، لكن تأثير الملكة الحرباية بيبقى اقوى من اي شيء، وبيتم تعيين كن ملك رسمي وبيلبس التاج. كل ده بيحصل في حين ان بطلنا مرمي في السجن، وبيتفاجئ انهم قبضوا على ماريا كمان، وتونج بيتصدم انهم قبضوا على مراته وعياله وشكلهم كده بيدبروا الحاجة. بس عامة السنيورة وقتها بتبقى زعلانة من فرناندو على الاخر، وبتتهم انه دمر حياتها رغم انها في البداية انقذته، بس بيأكد لها بطلنا ان هما الاتنين ضحايا لمؤامرة اكبر منهم بكتير، والملكة هي اللي مخططة لكل حاجة علشان تستولي على المملكة، وابوك في النهاية هو اللي ساعدها على كده. بس عامة بعدها بيتم سحب فرناندو وتونج لساحة المملكة، وبيعلن الملك انهم هيتقاتلوا حتى الموت، واللي هيكسب فيهم هيقتلوه هو واللي بيحبهم بطريقة رحيمة، انما اللي هيخسر هيموت بأسوأ الطرق على الاطلاق. وبيرموا قدامهم فسيل لتونج وسيف لفرناندو، والصديقين وقتها ما بيرضوش يقتلوا بعض في البداية، يا دوب بس كانوا بيخبطوا اسلحتهم في بعض كده. لكن طبعا العرض ده ما بيعجبش الملك الجديد كن، وبيخلي رجالته تجيب عيلة تونج وماريا حبيبة بطلنا، وبيربطوهم وبيخلوا فيل ضخم يدوس عليهم، وساعتها الاتنين ما بيقدروش يستحملوا اللي بيحصل ده، وبيبدأوا يقتلوا بجد المرة دي، وكل واحد بيطلع اللي عنده، والاتنين بيبقوا أقوياء وأصحاب مهارة عالية، ورغم إن مفيش ضغينة شخصية بينهم إلا إن القتال بيشتعل على الآخر لأنهم خايفين على اللي بيحبوهم برضه. بطلنا بقى لما بيلاقي تونج وقع سلاحه وبيرمي السيف هو كمان وبيتقاتلوا بالإيد، وساعتها بتبقى الشراسة اللي بجد، لأن دي نقطة قوة فرناندو اللي بينزل ضرب في تونج وبينهال عليه باللكمات الخرافية لحد ما تونج بيقع على الأرض وبيمسك الفاس، وبطلنا بيمسك السيف، وفجأة الاتنين بيحدفوهم ناحية الملك والملكة. الفاس بيرشق في قلب كن، لكن السيف بيجي في كرسي الملكة، واللي بتتصدم لما بتشوف كن بينزف وبتحاول تساعده، لكن الضربة جت بمعلمة وبيموت العشيق علشان تقع في شر أعمالها، وساعتها بتفقد أعصابها جدا لدرجة إنها بتقرر تنزل تقتل فرناندو وتونج بنفسها. لكن قبل ما تعمل كده بتلاقي فيلق من الجيش داخل عليها بقيادة أخو الملك الأمير، واللي بيبقى جاي متعصب جامد جدا بعد اللي عرفه. ولما بتحاول الملكة تنفي علاقتها بمقتل جوزها بيجيب لها الخادمة وكمان الورقة اللي حطت فيها السم، وفورا بيؤمر بالقبض عليها وقطع راسها، وبيعلقوها على باب المملكة علشان الكل يعرف انهم طبقوا العدالة. وطبعا بعد اللي حصل ده بطلنا والسنيورة خرجوا بسلام، وكمان تونج وعيلته زي الفل. بيقول لكم بس ما تنسوش تعملوا لايك وتعرفونا رأيكم في الكومنتات. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.